بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل اخواتي الزملكاوية في مصر الوطن العربي وكل حتة في الدنيا. أهلا بمتابعي صفحة ملوك ميت عقبة على الفيسبوك وكل مشاهدي قناة ملوك ميت عقبة على اليوتيوب. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يومكم سعيد بفضل الله. النهاردة بتظهر منذ دقائق قليلة يعني ظهرت قائمة نادي الزمالك المسافرة طبعا للجزائر عشان مباراة أبو سليم الليبي في دوري المجموعات من الكونفدرالية الأفريقية. فطبعا بالتوفيق لنادي الزمالك في الماتش إن شاء الله، وربنا يكرمنا كده ونرجع بالفوز من هناك عشان نبني ثقة للي جاي، وإن شاء الله نبني آمال وطموحات جديدة، والراجل جوميز يعني يقدر يفوز بأول مباراة ليه طبعا على المستوى الأفريقي وياخد خبرات عشان اللعب في أفريقيا طبعا حاجة مختلفة. القايمة ظهرت طبعا، هنتكلم على القايمة وهنتكلم على رؤية الراجل بالأسماء اللي دخلت، عشان كانت في ناس بتسأل أسئلة كتير ليه ما حطيتش ده في القائمة الأولانية، وليه ما دخلتش ده، وليه ما حطيتش ده. فبرضه هنوضح فكرة الراجل من فكرة القائمة بتاعت نادي الزمالك. برحب بقى طبعا بكل الناس اللي بتخش معانا، ما تنسوناش بقى لايك كتير وشير كتير عشان نوصل لعدد كبير من اخواتنا الزملكاوية. دعمكم مهم جدا، ووصولنا بدعمكم ده اهم شيء، وانتوا اللي طبعا بتقدروا يعني تدعمونا، وانتوا الخير بتاعنا يعني. انتوا الظهر والسند بتوع قناة ملوك بيت عقبة، واخوكم احمد سلام. النهارده القايمة بتبان، وخبر مفرح جدا جدا لكل جمهور الزمالك، وهو عودة أحمد فتوح لقائمة نادي الزمالك. طبعا ده خبر مفرح جدا. أحمد فتوح بعد غياب فترة كبيرة، وغياب عن أول مباراة مع الراجل قدام الإسماعيلي، وإصابة نضاي وإصابة عبد الشافي، الزمالك بدون باك ليفت. فعودة فتوح حاجة مهمة جدا. دي أبرز ما في القايمة، إن أحمد فتوح موجود، ودي حاجة مهمة جدا طبعا لنادي الزمالك. ممكن ما يلعبش اللقاء من بدايته، يلعب يعني الشوط الثاني، ياخد اجزاء من المباراة، يبدأ واحدة واحدة، لكن الراجل ينفع يبقى موجود. ودي حاجة مهمة ان هو يتجهز لمباراة اللي هي نهائي الكاس اللي هتتلعب في السعودية مع الاهلي. ودي حاجة مهمة جدا جدا بالنسبة لنا، عشان يعني نوصل لمباراة الأهلي نكون معانا عدد لاعبين متاح في كل المراكز بشكل كويس، نقدر نتجاوز الماتش ده إن شاء الله، يكون الراجل تحت إيده كل العناصر اللي تقدر تفيده وتقدر تكسبه مباراة الكاس في الأهلي، وهو هدف المرحلة الحالية. عندنا أبو سليم، الداخلية، سوار الغيني. فطبعا مش مشكلة، لكن المهم ان انت تمشي تتدرج في الماتشات دي، اللي انت توصل لماتش الاهلي باحسن فورمه بدنيه وفنيه، والراجل يكون حط ايده على كل اللعيبه وقدر يفرض يعني يوصل للعيبه قناعاته واسلوبه، عشان نقدر نخش الماتش ده نفوز بيه، لانه ماتش مهم جدا جدا على مستوى النادي والجمهور والاداره واللعيبه والمدير الفني، على مستوى مؤسسه نادي الزمالك ككل. يعني ماتش فاصل في الموسم هيحسس اللعيبه ان هي تصدق نفسها اللي هي تقدر تعمل حاجة. المدرب هياخد ثقة وهيقصر المسافات بينه وبين الجمهور. الإدارة هتشتغل بهدوء أكتر. الإدارة هتبقى كسبت أول بطولة ليها في عهدها الجديد مع نادي الزمالك. كل دي حاجات هتتبنى على البطولة دي. الدوري لسه بدري، في بطولة أفريقيا الكونفدرالية، فحاجات كتير هتتبنى على المباراة دي. نرجع للقايمة، وعشان كانت في ناس بتسأل كتير ليه محمد عاطف ما دخلش قائمة ماتش الإسماعيلي، وليه مهاب ياسر ما دخلش قائمة ماتش الإسماعيلي، وياسر حمد ليه. الراجل بانت رؤيته واضحة جدا. الراجل محتاج يشوف كل اللعيبة في مباريات رسمية، وبما ان المباريات الرسمية قدامه كان اول ماتش في الدوري، فهنا قصة ان عبد الله السعيد وناصر ماهر ومحمد شحاتة دول اللي شاركوا من الصفقات الجديدة، والاتنين دول متاحين في القائمة المحلية. فالراجل شافهم بناء على اسلوب اللعب بتاعه في القائمه المحليه قصاد ماتش الاسماعيلي. طب رايحين نلعب في افريقيا، كده كده الروتيشن بيتعمل لان الناس دي مش متقيده، فهدخلهم القائم الماتش الجاي وهشوفهم برضو. الراجل مش هيقدر يحكم على اللعيبه
بالتدريبات ممكن عينك بتجيب كمدرب ده كويس، ده هينفذ الاسلوب من خلال التدريبات، من خلال المحاضرات. لكن المباريات الرسميه وانك تلعب تحت ضغط الماتش والنتيجه دي حاجه مهمه جدا جدا لكل المدرب والجمهور عشان يقدر ينفذ متطلبات الراجل خلال الماتشات. فالراجل بانت جدا رؤيته ان هو الروتيشن كده كده بيتعمل بسبب القايمه، ان في ناس متأيده في افريقيا وناس مش متأيده في افريقيا، فالروتيشن بيتعمل. فانا هشوف الناس دي في الدوري وهشوف الناس دي في ماتش افريقيا، هرجع تاني اشوف الناس دي في ماتش الدوري اللي بعد منه في الداخليه، بعد كده اللي ما شفتوش في الماتش ده هشوفه في الماتش التاني، بحيث ان انا زي ما قلت لك في الاربع ماتشات الراجل هيروح لماتش الكاس كل اللعيبه دي متأيده قدامه ومتاحه قدامه. اشوف احسن العناصر اللي ابدا بيها، اشوف احسن العناصر اللي هتقعد جنبي على الدكه، واللي مش هستفاد منه ده اللي هطلعه بره السكواد خالص. يبقى الراجل راسم خطه للاربع مباريات، بيجيب اللعيبه واحده واحده بدنيا. في لعيبه ماشيه معاك في السكه زي زيزو، زي مثلا المسلوسي، زي عمر جابر، زي الحراس، زي الجزيري، زي اوباما، دي لعيبه ماشيه معاك، زي دونجا. اللعيبه اللي ماشيه معاك ومتأيده هنا وهنا، اللعيبه دي ماشيه معاك. فلازم الناس تبقى مركزه. كده كده ده مدرب جديد، ما ينفعش نساله اخترت ده ليه وجبت ده ليه ووديت ده ليه ومشيت ده ليه. لازم الراجل هو اللي يشوف وهو اللي يحكم بعينيه. انا مش معاه في التدريبات عشان اعرف ممكن بيجي لي معلومه او بعرف معلومه، او حضرتك بيجي لك معلومه او بتعرف معلومه عن اللعيبه والاصابات والبدني بتاعهم ومدى استجابتهم في التدريبات مع الراجل، وراي الراجل الفني عليهم في التدريبات اصلا. لكن هو اللي بيحكم. فانا هسيب الراجل ياخد فرصته وياخد وقته. طبعا برحب بكل الناس اللي معانا، ميدو وابو عماد وكل حبايبنا طبعا، واستاذ اشرف، كل الناس اللي بيخشوا معانا يعني. بمسي عليكم طبعا، كل الناس اللي بتبعت لنا الرسائل الحلوه اللي قدامي دي، انتوا طبعا اللي منورين الدنيا، وانتوا اللي احلى زملكاويه في الدنيا. تسلموا لي يا رب. وبشكر كل الناس، وان شاء الله الزمالك ياخد كونفدراليه وياخد دوري ان شاء الله. عاش الزمالك اولا، كل الكلام الجميل اللي بيتكتب لنا ده، فان شاء الله خير يعني النادي الزمالك. فكده رؤية الراجل وضحت من النقطة اللي بكلم حضرتك فيها، وهي ان الزمالك الراجل في الاختيارات معتمد ان في روتيشن بيتعمل، ان في ناس متأيدة في افريقيا وناس متأيدة في الدوري المحلي، فهو بيشوف الناس بناء على القيد اللي هنا وهنا. فكده كده الروتيشن بيتعمل والراجل بيشوف اللعيبة مع تحياتي لحضرتك يا مستر اشرف، يا رب تكون بخير حبيبي. طبعا احلى تحية ليك واحلى لاخواتنا في الكويت كلهم، وكل الزملكاويه اللي في كل حته في الوطن العربي يعني. فالراجل كده كده بيشوف. الملحوظه الوحيده هو محمود علاء غايب عن القايمه، ودي برضو مش عارف لسه المعلومه ما جاتليش، او ما اعرفش المعلومه ومحمود علاء غايب عن القايمه ليه. لكن الراجل واخد الاربع مهاجمين، ناصر المنسي، سامسون اكينولا، سيف الجزيري، ومعاهم اوباما اللي هو حاطه في الخانه دي. الراجل معتمد على اوباما ان هو في خانه المهاجم، عشان الناس بس ما تركزش كتير. اوباما دوره قليل جدا في منطقه اللعب اللي هو بيفكر فيها. اوباما متحرك، فالراجل بيعتمد عليه في نقطه المهاجم. فالراجل عشان كده هتلاقيه في القايمه. عوده مصطفى شلبي للقايمه من جديد، وده شيء كويس جدا برضو ان الراجل يقدر يشوفه في الماتشات الرسميه، ودي حاجه مهمه جدا. دي بالنسبه لملامح القايمه ورؤيه جوميز، واللي انا بشوفها منطقيه جدا 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 لمدرب جديد واقع ما بين حيره بسبب وجود قايمه محطوطه في افريقيا، لعيبه هيقدر يعتمد عليها في الدوري المحلي، ولعيبه مش هتبقى موجوده في افريقيا. فالروتيشن اللي بيتعمل او طريقه اللعب طبعا مع رجوع احمد حمدي، وده شيء برضو نسيت اقول عليه. احمد حمدي اللعيب برضو ان شاء الله يبقى جاهز، وان شاء الله نشوفه في المباراه، يعوض يعني غياب في البطوله دي عن غياب عبد الله السعيد وناصر ماهر، الاثنين لعيبه اللي اثبتوا نفسهم يعني من مباراه الاسماعيلي، واللي بانت عليهم لمستهم وقوتهم في نص ملعب الزمالك، واللي قدروا ينقلوا الزمالك من الناحيه الدفاعيه للناحيه الهجوميه، واللي الناس كلها طبعا اشادت بيهم. واتكلمنا عليهم بعد ماتش الاسماعيلي وقلنا ازاي جودتهم قدرت تخلي الراجل يغير في التكتيك
بتاعه، وبينزل عبد الله لتحت يلعب دور الريجيستا، يعني اللعيب اللي هو بيبيلد اب بالكوره وبنطلع بيه في الهجمه، وكمان قدامه ناصر ماهر واوباما، اللعيبه اللي بتعمل الدايموند مع بعضيها عشان نستند عليهم بالهجمه. ووضحنا ده في فرصه الجزيري اللي ضاعت، الهدف اللي ضيعه من خلال 14 تمريره، لكن كلهم تمريرات مباشره على المرمى بتاع الاسماعيلي. ودي فكره الراجل من الاستحواذ والتمرير الكتير في الملعب، يكون اللعب كله مباشر على مرمى الخصم، ودي فكره محترمه. وشفنا برضو التكتيك بتاع الراجل في الكور الثابته، سواء الركنيات او الضربات الحره المباشره. الراجل كان بيقدم فيها تكتيك محترم، سواء اللي بتتلعب على البعيده لحسام عبد المجيد او لحمزه المسلوسي، او اللي بتتلعب شورت كورنر ما بين شيكا وما بين زيزو، او اللي كانت بتتلعب الضربه الثابته اللي كانت بتتلعب اللي بيبقى فيها تريكايه ان بتتعمل باص في الثاني، وزيزو بيلعبها مره شيكا قطم وشاط لجوه، ومره زيزو اتصرف فيها بشكل خاطئ. دي ملامح للراجل ودي رؤيه جوميز. انا بقول لك من دلوقتي ان جوميز ما تستغربش كتير لما تشوف ياسر حامد الماتش الجاي، مصطفى شلبي، احمد حمدي. ما تستغربش كتير ان الراجل بيلعب في التشكيل وفي الاسماء كتير. في اسماء هتبقى ثابته، اوباما، زيزو، دونجا، عمر جابر، المسلوسي. طبعا ممكن يبدا بفتوح وممكن لا حسب الجاهزيه، لكن بنسبه كبيره فتوح ممكن يلعب الشوط الثاني. هنتاكد مع بعض خلال يوم الجمعه ويوم السبت ان شاء الله. لكن انا بقول لك من دلوقتي الراجل لازم يعمل الروتيشن ده بسبب القايمه، والراجل لازم يشوف كل اللعيبه في الملعب تحت ضغط الماتشات وضغط النتائج بالاسلوب والفكر بتاعه، عشان يقدر يقرر مين اللعيبه اللي هيعتمد عليها في الماتشات القويه اللي جايه، سواء ماتش الاهلي في الكاس او ماتشات النوك اوت في الكونفدراليه الافريقيه لما نوصل ونكون بنلعب على فكره خروج المغلوب النوك اوت، طبعا دور الثمانيه او دور الاربعه او حتى النهائي ان شاء الله ربنا يكرمنا ونوصل ونفوز بالبطوله يعني. فهي الفكره ان الراجل لازم يشوف كل اللعيبه قدامه 4 5 ماتشات عشان يقدر يحط ايده على التوليفه الكامله اللي تقدر تنفذ افكاره بالبدلاء اللي ممكن يساعدوه في الفتره الجايه. دي رؤيه جوميز ودي وابرز ملامح قائمه نادي الزمالك. دردشه سريعه كنت معاكم فيها عشان يعني نتكلم في النقطه دي. الوحيد اللي يشيل الدفاع بعد غياب الونش محمود علاء، بس ياخد الثقة من المدرب والأهم من الجمهور. محمود علاء بياخد فرصة وبياخد الثقة كتير، لكن الراجل بعيد والراجل هي بعيدة عنه. ممكن الراجل ده يقدر يرجعه تاني، هتبقى حاجة كويسة وهنستفاد بلاعب يجيب فورمة جروس بتاعت 2019، راجل نقدر نستفاد منه. لكن محمود علاء عنده مشكلة نفسية، حط نفسه في أزمة مع الجمهور، والجمهور مش بيدعمه في المدرج قبل الميديا. يعني الجمهور في المدرج ما بيدعمش علاء. أنا راجل بحضر في المدرج وعارف مين اللي بيتنادى عليه من اللعيبة. اللعيب اللي بفكر مرة يبص للجمهور او يقول كلمه للجمهور، الجمهور عمره ما يدعمه، لان انا ممكن اقول اي حاجه، لان انا حقي، انا جمهور، اشتم، ادعم، افرح، ازعق، انا جمهور كده كده من حقي اعمل كل حاجه. لكن اللعيب حقه يحترم ردي ويحترم تفاعلي معاه لما يكون خسران وطالع وبقول له كلمه لا انا اسف في الكلمه، يعني ما يعملش حركه بدراعه، ولا واحد يقول لي اسكت، ولا واحد يتف عليا، عمره ما هياخد مني دعم. فاللعيب عمره ما هياخد مني دعم طول ما هو بص للجمهور بصه وحشه. جاب مستوى يا اهلا وسهلا في الملعب، يعني كتر خيره وشكرا، وده الواجب بتاعه. هو لعيب في نادي الزمالك، لكن لعيب برضه بقاله في نادي الزمالك 3 سنين من 2020، من 4 سنوات يعني، من 2020 من يوم نهائي القرن. محمود علاء مش موجود، ما قدمش اي حاجه ولا قدم اي مستوى. فانا بناء عليه مفيش دعم مني للعيب ما بيقدمش حاجه في ارض الملعب. انا بتكلم على المستوى الشخصي، ممكن تكون حضرتك ليك راي اخر يا مستر اشرف. لكن انا بالنسبه لي الوضع هذا، يعني الوضع دوت بالنسبه لي انا باخده وبعممه على اي لعيب في نادي الزمالك. حتى ان كان انا زيزو انتقدته الماتش اللي فات لما خد قرارات سيئه في الملعب، ورغم ان زيزو نجم الفرقه عندنا واللعيب الاول يعني. دوري مفيش يا عالمي، بس في كاس مصر وكونفدراليه ان شاء الله ناخد الاثنين، ان شاء الله ناخد الاثنين. والدوري افتكر كلامي، الدوري لسه بدري. الدوري الدوري لسه بدري جدا. المنافس ما لعبش غير 6 ماتشات. كل حاجه في الملعب. الكوره كمان شهر ما تعرفش ايه اللي فيها اللي هيحصل، ما تعرفش المنافس هيوقع كام بونت، ما تعرفش انت هتعمل ايه. فالدوري لسه بدري، مش عايز الجمهور يرمي الفوطه.
إحنا في دوري فريرة كنا موقعين بنقط أكتر من كده، في دوري في دوري كارتيرون كنا موقعين بنقط كتيرة خلال الدور الأول، لكن الدور التاني ظبطت معانا والمنافس بقى بيقع منه نقط. فما حدش يستعجل، الحكم لسه بدري، احنا ما لعبناش غير 9 ماتشات او 10 ماتشات، فالماتش لسه بدري. ضيع مننا نقط كتير، لكن لسه بدري، محدش يرمي الفوطه. ان شاء الله ان شاء الله الزمالك السنه دي يقدر يفوز بدوري وكاس وكونفدراليه، واملي في الله كبير يعني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد فتوح جاهز 100% ولا لأ؟ أحمد فتوح جاهز بنسبة 100%، طالما دخل قائمة المباراة، لكن على المستوى جاهز بدني، يعني الإصابة خف منها الحمد لله، وجاهز بدنيا بشكل جاهز بدنيا بشكل كويس. فنيا عشان يجيب مستواه كلنا عارفين، عشان برضو الناس تحط النقطة دي في دماغها، فتوح من وقت مباراة من وقت ما توقف في نادي الزمالك شهر، يعني شهر 12، شهر 11 12 1 واحنا دلوقتي فبراير، 4 شهور احمد فتوح ما لعبش غير حوالي شوط او شوطين مع المنتخب والماتش الودي. فالموضوع ده فنيا ان فتوح يجيب مستواه صعب جدا في مباراه. طبعا فتوح لعيب كبير ولعيب من لعيبه كره الشوارع، يعني اللي هو سهل جدا ينزل ويجيب مستواه بسرعه، لكن هو برده محتاج وقت عشان البدني بتاعه يكون احسن حاجه، لان الراجل بقاله 4 شهور ما لعبش غير شوطين رسميين على المستوى المنتخب، وشوط اتغير ما بين الشوطين في افريقيا، والشوط الثاني اتصاب. فلازم الناس برضو واحده واحده، الراجل برضو مدخله قايمه ممكن يستفاد منه الشوط الثاني. الراجل بنسبه كبيره هيبتدي ماتش ابو سليم زي ما ابتدى. ان شاء الله هنطلع معاكم يوم السبت لايف جديد وحلقه جديده، وهنتكلم معاكم على القايمه، نعرف اخبار المعسكر ومين اللي جاهز ومين اللي مش جاهز، ونتكلم معاكم على التشكيل المتوقع وازاي الراجل هيلعب، وايه اكتر فايده، ونقول لكم نقاط الضعف والقوه في فريق ابو سليم الليبي، وايه اللي رايحين نلعب عليه. ان شاء الله خير يعني. فطبعا انا في الاخر بشكر كل الناس اللي كانت معايا، الناس المحترمه، وكل الناس اللي اتفرجت عليا. يومكم سعيد بفضل الله. نتقابل على خير ولايف جديد وحلقة جديدة من ملوك ميت عقبة. ما تنسوناش لايك كتير وشير كتير. شكرا لكم، بشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.